السلام العائله، كيف بقيتو خوتي؟ بخير ومزيان. باختصار خوتي، باش ما نطولوش عليكم في الرسميات، نحاولوا ندخلوا في صلب الموضوع. واحد الظاهره كنعيشوها حنايا كشعب مغربي، بعض الاحيان ماشي الشعب، كنهضرش انا يعني على كل شيء، كنهضر على الناس اللي كيطيحوا في هذه المواقف هادو، اللي هما بحال مثلا شي وحده مثلا كيطلبها شي واحد، شي خليجي ولا شي واحد اوروبي كيبغي ياخذها مغربيه، كيبغي ياخذها مثلا شي واحد اجنبي. غير علاش المغاربه حنا كاملين مني وجبت انا نقدر نطيح في هذا الموقف هذا. نقدر نطيح في هذا الموقف، ما نقولش لان انا راني مغربي. علاش هذاك السيد اللي كيقول اجنبي وكيجي كيدي هاد البنت ديالنا، وكنهضر على الاوروبيين الاكثريه، الناس الاوروبيين، كتلقى مثلا هذيك الاسره كتنوض وتقطع وتعزر وتبزر وتكمل من عندها وما عرف شنو كيبغيو يديروا ويتسلفوا ويبيعوا كلاويهم، ما كيخليو ما كيديروا باش يوصلوا ديك السيده مثلا عند ديك السيد ويرضى عليهم ويبغيهم، وكيديروا اي محاوله باش ما يفلتش من يديهم، وباش يصوفي بنتهم مثلا على حساب الوريقات وعلى حساب يعني شي امور اللي هي مثلا باش تمشي، وحتى هما كيكونوا كيضربوا واحد الحساب باش تنقذ البقيه ديال العائله. واخا هاد الناس هادو، علاش مثلا فاش كيتقدم لهم شي واحد، شي شاب هكا، كيكون مسكين، ما نقولش انا مسكين، راه خدام، كيكون خدام يعني الحاله ديالو بسيطه، مهم مصروفو ديال الدار غادي يجيبو، كتلقاه مثلا غيكري اولا مثلا ساكن مع عائلته، اولا كاع نفترض تكون عنده حتى السكينه ديالو، ولكن كيبقاو بعض الشروطات وخصنا ونديرو يعني، وكيقوي عليه قوه يعني الطلبات لدرجه ان كيكرهوه في الزواج، وكيكرهوه كاع في هذيك يعني هذيك هذاك الفعل اللي هو باغي يقوم به، يعني وانه يكمل كما كنقولوا حنايا بالدارجه ديالنا يكمل دينه، كيكرهوه في داك الشيء كاع كامل، وكيبقاو يديروا قدامه العقبات. علاش هذا الشيء هذا مثلا كيدار، مازال كيدار عندنا دابا، مازال دابا كيدار عندنا، ويجيك شاب بالخير ما فيه ما يتعب بدراعه، يعني بامكانه يعني ربي تعالى يوفقه لينا كيبذل مجهود في الحياه ديالو انه باش يوصل، وكيجي واحد اخر وكيدير له عقبه قدام، بلي حنا بتنا بغيتي نعطيوها لك خصنا تكون كذا، ما تكونش مع امك، ما تكونش مع باك، ما ديش، ما تفعلش، ما تركش، يعني كيقوي عليه قوه الشكالات اللي كيخليه هوايه مشوكي وايلي. وبالخصوص الا كان شي واحد كيكون مزعوط في شي وحده وكيحماق عليها وكيقول هذه هي منها نطيح يلا، وكيزيدوا ما يبركوا عليه، عكس واحد اخر اللي براني كيجيو يكملوا له ويطيروا وينزلوا ويزيدوا بالهدايا، وكل واحد العراضات، والعائلات كاملين كيبقاو يتكبوا، كل حدا وصاب، كلشي كيبغي يتمرق، كلشي كيولي كيبقاو يقيلوا يحرزوا ويتعلموا في الجمل المفيده باش يتواصلوا مع داك الشخص، حتى هما باش يشريو حنكم، ياك الله وعسى تكون شي قطره الليدم منه لشي حد من التركه ديال العائله، مثلا العمام ولا الخوال ولا يعني كنهضر على وليداتهم. علاش دابا هاد الخدمه هادي كنديروها حنا مع ولاد الشعب ديالنا، اللي نقدروا مثلا نلموهم ونتعاونوا معاهم حتى هما يديروا اسره، وحتى هما يقدر ربي تعالى يسر لهم ويوصلوا واخا في وسط البلاد. علاش هادشي؟ علاش؟ عطيوني غير شي تعليق الله يرحم به الوالدين اللي عاش شي حاله من هاد الحالات هادو، او لا شي واحد حداه وكتجي عادي جدا ان هذاك الانسان يطلق له اللعب لان براني على حساب شرويطه، وواحد كينشري هذا المشكل خليهم تما يزيد. هذه من جهه، ومن جهه واحده اخرى عاوتاني كاين الدراري. دابا حنا هضرنا على الجانب ديال المراه، ديال الوالدين اللي كيكونوا كيكبروا عينيهم، وكيديروا واحد التفرقه ما بين الراجل يعني المغربي اللي كيجي مثلا يخطب عندهم مع الاجنبي. وكاين واحد النقطه واحده اخرى، اما هي العائله عاوتاني اللي ولدهم كيتلاقى مع شي اجنبيه وكيبغي ياخذها، ما كيسولوا لا على نسب، لا المذهب الديني ديالها شنو كاين، لا حتى شي حاجه، يعني كتكون مقبوله، مرضي عنها، مرضي عليها، الصبغيه ربي تعالى ترضى بولدنا وتنقذوا لنا من الزلط ومن الميزيريه ومن كذا. ما كيسولوا لا شنو هي في الداخل ديالها كي دايره، ولا بنت ولا مراه ولا هذا، يعني هما عندهم الغرض هو ان ديك السيده تكون لولدهم فقط، شي حاجه اخرى هكا دو بليس ما كاينش. هاد النقطه هذه عاوتاني
علاش اللي كيوليو هذاك الوالدين لو ان ولدهم يمشي يخطب بنت الشعب بنت البلاد كتنوض كتقول لا خصك دوزي نشوفوا الباكره كي دايره، نشوفوا انت العبار ديالك كي داير، نشوفوا كذا، خصنا نهار اللي يكون مثلا ولدنا غادي يدخل بك نعرفوه هذاك الشيء اللي غادي يخرج منك واش حمر ولا خضر ولا ازرق ولا كذا، وزيد 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 الشروطات وكتوليو كتعقدوا الامور، وكنوليو نديروا فيها المذهب الديني وكنديروا فيها العقيده وكنوليو نديروا فيها العاده والتقاليد. ومين كيولي ولدنا كيمشي كيجيب جد والديها الاتحاد الاوروبي كامل طاحنها، كتوليو تقولوا يعني يجوز. علاش؟ لان داك كما كنقول عالمهم وما كاينش لحد مشكل ومن حقها دير اي حاجه بغات. علاش؟ لحقاش هي راه اجنبيه اوروبيه، ما عندناش دخل في داك الشيء. يعني كنحيدوا المذاهب وكنحيدوا كاع العقائد وكنحيدوا كاع كل شيء. علاش هاد التناقض؟ وتلقى نفس العائله هادي ولدها مشى عند هاد البنت هادي اللي هي اجنبيه وجابها للدار وفيها كاع هذيك المساوئ اللي حنايا عندنا كعقيده، وكنكونوا كنعيشوا ضد ديك المذاهب ديال ديك السيده مع بنت الشعب بنت المغرب، وكنوليو نطحنوا هذه اللي بنت البلاد. حتى الا كنقدر عليها الله شي مشكل ولا وقع لها شي مشكل او لا كانت مثلا وقع لها شي طلاق ولا هذا، كنبقاو نعقدوا الامور. انا ما كنعممش كل شيء، راه تحياتي الناس اللي كيتفهموا وما عندوش مشكل ان يدي امراه اللي مفترض وقع لها مشكل يعني يسترها ماشي عيب، هادشي راه ماشي عيب. او لا ياخذ مثلا شي انسانه مطلقه ولا شي وحده بوليداتها، هادشي بالعكس راه ربي تعالى راه كيحتسبوا بواحد الميزان، راه معروف، راه الرسول صلى الله عليه وسلم راه عاش حتى هو هادشي هذا، ماشي الا حنا اللي بوحد الزيق نبقاو نقولوا حقا ما حقا لا يجوز ولا هذا. واحد اخر كتلقى جد والديه ما قاري حتى شي حرف وكيبقى يدير فيها معلم ويبقى يعطيك في المواعظ ديال الشارع، ماشي المواعظ ديال الدين وديال شي حاجه اللي الحمد لله خلاوها كما كنقولوا الاولياء الصالحين والعلماء والصحابه. يلا علاش هاد التناقض؟ علاش كنديروا هاد التناقض؟ بنت غادي نجيبوها عندنا للدار نبقاو نحكروا شنو هي، شنو عندها، شنو كذا شنو كذا شنو كذا، وبنت اجنبيه لا ما كنهضروش كاع، ما كنتسوقوش. والظاهره كنولينا كنشوفوها بزاف في الانترنت، اليوتيوب، التيك توك، هذا كتلقى مثلا الدري جايب اجنبيه اللي كدير الحنه، اللي جايبه التفصيله، اللي كنهضرش على مالين العائله، كنهضر حتى على الناس وحدين اخرين اللي في الاجانب، يعني المحيط ديال ديك العائله، المحيط ديال ديك العائله ديال الدري اللي واخد اللي باغي ياخذ هذيك السيده هذه الاجنبيه، كاملين كيبغيو حتى هما يشريو حنكهم. كل وحده شنو كتبغي دير باش تقرب من ديك السيده او هذا، باش تودد لها، باش الا كان شي حقا شي تيتيزا معاها شي وحده في البلاد اللي تم جراها مع الدخله المجيد جيبها معاها في القفه. علاش؟ لان كيبقى يضربوا حساب النوفل والجيلاني وخديجه وعبد السلام، كل وحده كتبقى تضرب حسابها. يعني كيولي داك كما كنقولوا داك التقرب المغناطيسي، يعني صحه ديال انا كما كنقولوا نعطيك الجلده لفمك وانت ما نعرف شنو غادي يقول فمك. علاش هاد الشيء هذا؟ علاش هاد الاحتكار الفكري الموسخ؟ علاش؟ واحد النقطه واحده اخرى اللي هي اهم ما كاين، ماشي كنعيشوا الديوتيه ولا كنعيشوا شي حاجه يعني من هذا القبيل، زائد هذا الشيء اللي يقدر نكونوا كنعيشوه هو الدل. كتلقى مثلا شي واحد خليجي كيجوز شي وحده مثلا هذيك كبنت البلاد، والظاهره وقعت ما هي وحده ما هي جوج ما هي ثلاثه، كتلقاه هو مبرز حدا عروسه، كتدخل شي وحده مثلا باين فيها الضو زوينه لابسه شي لباس الاثاره وكذا، وينوض يتقعد حدا ديك خيتي اللي هو مبرز حداها، وينوض يشطح مع ديك السيده اللي هي كتيلو كتعجبو، وكتلقى كلشي ضارب السقيل، حتى واحد ما كيهضر، حتى واحد ما كيتكلم، حتى واحد ما يقدر يهز صبعو. علاش؟ لحقاش عنده الفلوس وبامكانه يمشي ويرد الباب موراه، ما هموش يخسر 10 20 30 100 مليون. بالنسبه ليه هو غير بحال شي بشنيخه دخل شي ريستو كلا وعرض على الاصدقاء ديالو ويبزق هذاك العالم كامل، كيحيدو غير بسنانه بحال ما كاين حتى شي حاجه. مشى هذه الا مشى حتى شي واحد هز الراس او لا هضر او لا عيب على شنو راك درتي او شنو راك كدير، يجوز
وإلا كان ولد المغرب ولد الشعب ولد الوطن ناض دار شي حركه غير بغا يفرح معاك، كتولي العروسه كتدلي عينيها فمها وما كتدلي عينيها في اختها واختها، وكيبقاو يدوزوا الميساجات غير بين العينين. يا شوفي المشموت، شوفي يلاه عاد قال بسم الله حنا مازال ما درنا والو، مازال ما درنا الطاجميط نحرق، ويقدر يتبنى على ديك اللقطه يتبنى شي مشكل حتى العقد كيكون مازال ما خرج شي من عند العادل، مازال ما جاش من المحكمه، وكتلقاهم شي كيعرضوا الطلاق. شنو كيدفعوا الطلب يخلصوا الصندوق كذا صافي ما تفاهمناش ويتفقوا يديروا طلاق اتفاقي والله يعاون الله يعاون. يلا لان هذاك مغربي محقور، الا دار شي حركه ولا دار شي حاجه لا يجوز، اذا راك كتدخل علينا العار والناس كيشوفوا وكذا وهذه، ولكن باش كيكون شي واحد خارجي ومدبر يعني ميسور مزيان وعارف بلي داك المزبر كامل واحد الزوق اللي كاين تمايا كله يقدر يسمح فيه حيد هكا العبايه ديالو يسمح في الزمر كامل ويقفيش الطياره البلاد كانه شيئا لم يكن، يخلي امك انت كتقلبي على الطلاق بيدك، مشيتي تخلصي الصندوق وديري بزاف الحوايج. شحال من واحد راه وقع على هذا البلان هذا الا دار معاها زوين، اما اللي ما دارش معاها زوين هي يديها ويخلي ما كيمرمدها ليه. شحال من وحده الدواء كتخدم الدعاره تمايا مجوجه هنا وكلشي كيديها كيبقى يتخلص عليها ليه وكيبقاو يعيطوا جلاله الملك انا مزاوقه السي فلان السي فلتان السي كذا. يلا اش داك النهار الاول ديري المشكل باش كتولي طايحي في المشكل، تخلي الدري ولد البلاد اللي على الاقل كتعرفي القاع والباع وكتعرفيه منين ويعرفك منين، ويكون واحد الود ويكون واحد المحبه وكما كنقولوا ندهنوا السير يسير، وحنا كنتعاونوا مع بعضياتنا. والرزق راه والله كيجيب. والشي هذاك الرزق اللي مثلا انت كتقلبي عليه انك غتمشي لاوروبا، او لا انت عاوتاني كتقلب انك غتمشي لاوروبا، وهذاك الفلوس وهذاك العالم اللي غادي يوصلك تما، والله العظيم بالله هو اللي مكتبوا لك الله انك تعيشوا هنايا. غير انت كتزرب على راسك بحال شي واحد كيقول الا قمرت انا الا درت غنربح واحد الكم بالفلوس وغندير شي هذيك الفلوس دير غير بوز. شنو هو بوز؟ انك توقف على داك العمل اللي غدير العيان الدانئ الحرام وتنتظر شويه د العمل، والله حتى توصل ديك الاموال وديك داك الشيء اللي انت مثلا كتبغيه، والله حتى توصل له باذن الله تعالى. انت كتزرب على راسك، هو نفس الرزق غير في عوض ما كان يعطيه لك الله في الطريق الزوينه. انت راك عارف جاء ابليس وابليسه وراك عارف كيتلاقى المجموعه وكلشي كيبقى ينفخ لك في مخك، كيبقاو يقربوا لك المسافه وكيخليو لك بان الله ما يقدش يدير لك داك الشيء اللي غيدير لك الاخر، وكتبقى غادي في الحرمات. وبالعكس كتنهار علاش اللي كتبقى ترجع بالمارشاليه، كتبقى تقول انا الا درت هذه غادي نربح هذه، انا درت هذه، وانت كتبقى تخدم وتقطع وتبيع حوايجك وفي كلوتك وفي الويل لك هكا تقول غير هذه وغادي غير هذه وغادي، حتى واحد كتلقى راسك فو بقاو ميلمو فيك. راه مسكين كان مسكين دريري ولد عائله زويون كذا هذا وخرج عليه القمر، كان مسكين زويون غزال كذا خرج عليه الجوانات، كان مسكين كذا فهمتي. هذا غير ميزه عطيتكم. حنا كنهضروا على الرزق وعلى حتى الانسان اللي كيبغي مثلا يفكر هكا انني غادي ناخذ شي وحده غتصوفيني غندير غنفعل غنترك، والله الا بالله الا شي هاد الارض هذه اقسم بالله الا فيها الخير وفيها الخمير، غتخلي راك ما لقيتيهاش الشلاك وكذا. شوف راه كاينين دراري اصدقاء ديالي راه تعرضوا عليا فيزات اقسم بالله لا ريال لا جوج، والله ما نكذب عليكم. الا تعرضت عليا فيزا الميريكان الا فيها 10 سنين وفيزا ديال كندا الى 5 سنين والله الا رفضتها. اقسم بالله تعرضت عليا كونطرا المانيا والله الا رفضتها. راه ماشي انا رفضت هذا الشيء هذا انني مثلا انا راني كبرت عليه، انا شرات الحمد لله انا خدام يعني مزيان كنتقاتل من لا شيء، ولكن ربي مبارك وميسر ومكونين عائله الحمد لله وربي مبارك فيها ولله الحمد. واللي بغى يدخل راه يشوف غير فيديوهات تلقى عندي وليدات الحمد لله ما خاصهم حتى شي خير خدامين، يعني الامور ديالهم ديال الطفوله كيقراو لابسين في الطبيب كما كنقول اي حاجه يعني كتعلق بهم الحمد لله ربي كيبارك فيها وكتوفر. ولكن عاوز الانسان ماشي يقول راه انا في البلاد مأزمه حتى انا نأزمها لي وبقى جالس هذيك كتيتينيني. راه تقدر تبدا من لا شيء اخويا وتبومبي، تقدر تبدا من لا شيء اخويا وتمشي بعيد، ماشي تقول لي من لا شيء هي كنقول لك انا نجي كاع حفا غنمشي نخدم اخويا خدمه مثلا نصور فيها واحد البريك هذيك هكا ونجمع ديك البريك على بريكه ونديرها تجاره كاع ونبقى مستقل ما نخدمش كاع العبوديه مع بنادم، اي شي راس المال بسيط هذيك هكا ونخدم راسي اخويا والله تتلونسي والله تمشي بعيد. وكاينها بنت البلاد وولد البلاد والحمد لله، والانسان يدير اللمه هنايا وعلى الاقل بعدا تعرف غير ضرب النهار. خلي من داكشي الخرافات ديال تقول لي حق الشعواده وانا درت لي هذه ولا الاخر كيقول لك درت العائله ديال هذه، راه والله بغيتي تستقل براسك تستقل براسك، حنا زعما ما مجوجينش ما عارفينش هادشي هذا كنطيحوا فيه.
ولكن الحمد لله بانك تكون كنت كدير شي حوايج اللي انت غتفادى داك الشيء اللي غادي يدار لك، راه ما غايدارش، لان بالعمل اللي كدير انت كنتي كدير زوين راه غتنعكس عليك داك الزوين. مكانش انت كتكون زوين كدير زوين وواحد اخر غيبغي يأذيك اصاحبي، ولا انت عاوتاني اختي راه بحال كنتي زوينه راه غادي تلقاي الزوين، وانت يا اخي حتى انت عاوتاني كنتي زوين غادي تلقى الزوينه. ما باش تقول لي انايا مثلا كندير انا هادي ومثلا قبيحه وغادي دير وتلقى الزوين، راه ما يمكنش. الا كنتي انت معذب شي وحده هكا معذبها في حياتها، حارمها بزاف الحوايج من حقوقها، لا عيشه زينه، لا ماكله، لا حتى حقها في الفراش كتلقى راسك مقصر في حقها يا اخي. شنو بغيتي دير لك؟ راه كتلتجأ لشي طرق يعني اللي كتقول انا الا درت له هادشي على الاقل غير نجرو عندي، وراه كيكون اذى ليك. ولا عاوتاني البنت راه الا كانت زوينه ما تقوليش يا خويا عاوتاني غتلاقى مع اسره وغادي يبركوا عليها، ولا راه بالعكس راه غيشدوها عندهم الا كانت شي لحلاحه وكتعرف كيفاش دير تصرف باش تفادى داك الشيء. غادي يبقاو يديروا ديال الحقره ويعني الضغوطات ديال بحال شي خدامه. والله تيحرصوا عليها ويحافظوا عليها، بخصوص الا كانت شي اسره كيشوفوا البنت كي كتعامل مع الاسره وكتعامل مع ولدهم. والله يا خويا حتى كما كيقولوا يمضوها ما يسرطوهاش. ولكن الا كانت شي صعلوكه عاوتاني شي امها عاوتاني شي ابليسه وتبقى دير لها الطنوغيش، راه سي نورمال. راه حتى الاخرى راه موبا، راه حتى هما راه بخبيزتهم غيكونوا حتى هما داكشي اللي غتفكر الاخرى غديرو حتى هو راه غادي يدير. الا كانت هذيك مثل البنت غادي دير مثلا شي مشكل لهذاك الدري، راه حتى الاخرى راه عنده مو راه غادي دير نفس الشكل ديك السيده اللي غادي تأذي لها ولدها. وهذه هي المعادله في المغرب في البلاد. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم ويكون عجبكم الموضوع راه زوين. انا اللي نبغي غير شي تعاليق الناس الا عاشوا شي حدث من هاد الاحداث هادو اللي داز، وان شاء الله بحول الله القادم غيكون افضل. باي.